أنا سعدية المفترية، مغامرة بين الماضي والمستقبل ومعلومات ملهاش نهاية. يلا يا حبيبي دوس اشتراك دلوقتي واعمل لايك وسيب لنا كومنت لطيف. عايز اشتري لك شوية لبس يا سعدية من فيرتهايم فيليج، ايه رأيك؟ يا سلام يا حودة يا حبيبي. بجد انت فاكرني مش هاخد بالي انك بتلففني في قرية ألمانية فيها كليبسيا؟ طب يا ابن اللذينة، بس عارف فيرتهايم دي فيها قلعة من القرن ال12، ودي كانت حصن وقت إمبراطورية هابسبورغ. بس قولي ايه بقى اللي مخليك مهتم بكليبسيا هناك؟ لا احنا بصي بقى، احنا مش هنتكلم عن القلعة ولا عن القرن ال12، احنا هنتكلم على قرية فيرتهايم فيليج اللي هي بتاعت الاوتلت. يا ابو العيال، يعني انت واخدني في اوتليت عشان تلبسني وتدلعني يا قلب القلب. بس خد بالك بقى، انا مش هسيبك هناك غير لما اشوف الكارت بتاعك بيتعب. يا مجنون، احنا هنشوف هناك ايه بقى اللي انت ناوي تجيبه، ولا انا اللي هخليك تلبس؟ مستعد؟ سعدية، المكان ده اتأسس امتى؟ وادينا شوية معلومات عنه كده. طيب استنى يا حبيبي. فيرتهايم فيليج اتفتحت سنة 2003 في ولاية بافاريا في ألمانيا، كفكرة من مجموعة فيرتهايم اللي قررت تعمل أوتليت فاخر عشان الناس تعيش تجربة تسوق على أعلى مستوى. وقتها كانت الدنيا في حالة انتعاش اقتصادي، فالناس كانت عايزة حاجة مميزة. بس قولي بقى يا كبير، ناوي تشتري ايه؟ هتدلعني ولا ايه؟ هدلعك يا سعدية، بس انا حاسس ان الاسم ده مش الماني. هل السلسلة دي بدأت في دولة تانية قبل ما تيجي المانيا في 2003؟ يا سلام على التركيز يا عبقري زمانك. أيوة شاطر. فيرتهايم أصلا اسم مدينة وملهاش علاقة بدولة تانية، لكن مفهوم أوتليت فاخر بالشكل ده كان منتشر في أوروبا زي في إيطاليا مثلا. ففكرة الأوتليت الفاخر هم جابوها وطوروها هناك. بس المهم، حددت إيه اللي هتجيبه ولا لسه بتفكر؟ والله عشان يا سعدية، أنا كنت عايز أسألك نفس السؤال. كنت عايز أقولك لو إحنا هناك وما عندناش وقت، لأن القرية فعلا كبيرة. أولا عايز أعرف مساحتها كام. ثانيا لو أنت ما عندكيش وقت، إيه أكتر أو أهم 5 محلات تقدري تزوريهم هناك بسرعة؟ يا مجنون، مساحة القرية حوالي 27 ألف متر مربع. أوه. يعني هنتوه لو مركزناش. لو وقتنا على قده، هجوم على محلات زي برادا، جوتشي، بوربري، نايك، وبالطبع عشانك رولكس، عشان أشوف وشك لما تشوف الساعة. بس عشان ما تقوليش انت بقى ناوي على ايه في رولكس؟ رولكس يا سعدية؟ أنا هروح هناك أمسح إزاز العربيات اللي واقفة في الجراج يا سعدية. يخرب بيتك. يا حبيب قلبي، طب اسمع كلامي، هتودينا في داهية. ما تقلقش، أنا هساعدك نختار حاجة تكون على قدك. بس اوعى تفتكر إن أنا مش واخدة بالي، أنا النمرة واحد في كل حاجة. مين اللي هيشتري ساعة من رولكس؟ أنت عارفة أقل ساعة هناك بكام يا سعدية؟